ويتبعني. ينكر ذاته دي ما يقدرش عليها كل حد. مين يقدر ينكر ذاته؟ ده احنا نسمع في الأيام دي واحد يقول أنا أريد أن أحقق ذاتي. تحقق ذاتك؟ أريد أن أجد ذاتي. في ناس يسموهم في علم النفس بيقعوا في حاجة اسمها النرجسية. النرجسية يعني يعبد ذاته. في إنسان يظن في نفسه أنه بلا خطية. في إنسان لا يحتمل النصيحة ولا التوبيخ لأن يفتكر إنها بتجرحه. ليه؟ عايز نفسه تبقى بلا عيب بلا خطية. يعادي من يوبخه. ده إنسان بيكره نفسه. الإنسان اللي بيحب نفسه، صدقوني في عبارة في البستان، بستان الرهبان، بس جايز ما تقدروش عليها كلكم لأنها صعبة. بيقول على الراهب الروحاني إنه يظلم نفسه في كل شيء. يظلم نفسه في كل شيء، يعني باستمرار يجيب الحق على نفسه، باستمرار يلوم نفسه، باستمرار يبكت نفسه، باستمرار يعاقب نفسه. حتى إن كان أب الاعتراف ما يدهوش عقوبة هو يعاقب نفسه. لكن الإنسان اللي عايز يمتع نفسه ده بيضيعها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ في ناس بيدوروا على وظيفة، على مركز، على سمعة، على شهرة. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله؟ الراجل الغني الغبي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لك يا نفسي خيرات لسنين عديدة، اتمتعي وهيصي وكلي واشربي. فقال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. لا تحبوا أنفسكم محبة خاطئة. الإنسان اللي بيصوم بيضغط على نفسه، بيحرم نفسه من المشتهيات في الأكل والشرب، بالشكل ده بيقوي نفسه. الإنسان الذي يضبط حواسه، يضبط نظره وسمعه، اللي يضبط فكره، اللي يضبط نفسه في كل حاجة، بيكون نفسه تحت سيطرة وتحت حكم. ده هو اللي بيحب نفسه. لكن اللي سايب نفسه كده على راحتها ده بيضيع روحه حتى لو ربح كل شيء. في واحد مش من أجل الصوم، من أجل الرجيم. ده كلمة رجيم بالفرنساوي يعني حكم. فرجيم يعني بيخلي نفسه تحت حكم، بيحكم. تاكل دي ما تاكلش دي، تاكل قليل، تاكل النوع ده لا والنوع ده لا والنوع حاكم. فأنت ماذا تنتفع لو ربحت العالم كله بكل ما فيه من أكل وشرب وملذات وضيعت نفسك؟ احكم نفسك، احكم نفسك وبكت نفسك، وأيضا تلوم نفسك وتخضع نفسك للوصية وتؤدب نفسك وتعاقب نفسك. مرة واحد قال لي أنا زعلان، أب اعترافي بعترف له بخطايا ما بيدينيش عقوبة. قلت له طب يا حبيبي عاقب نفسك. هو ضروري يجيلك العقوبة من أب اعتراف؟ عاقب أنت نفسك. الإنسان اللي يخطي خطية ويضرب مطنات ويبكت روحه، أنا يا رب غلطان في كذا، أنا غلطان في كذا، أنا ما استحقش، أنا ما استحقش، أنا ما استحقش، بيبكت نفسه أمام الله. عشان كده من أحب نفسه يهلكها ومن أبغض نفسه من أجل يجدها. من أبغض نفسه يعني لا يعطي نفسه شهوتها، لا يعطي نفسه شهوتها، لا يعطيها رغبتها. مش كل حاجة عايزاها النفس تديها لها. تضبطها في القراءة، تضبطها في النظر، تضبطها في التفكير، تضبطها في شهوات الجسد،
تضبطها في حب القنية، تضبطها في حب المظاهر، تضبطها حتى في الدفاع عن النفس، تضبطها في تبرير الذات. ما هو اللي بيبرر ذاته ده بيبرر ذاته ليه؟ بيحب نفسه محبة خاطئة تضيعه. آدم أراد أن يبرر نفسه بأن يلقي اللوم على غيره، طلع أمام الله مدان. لو قال له أنا أخطيت كان بقى موقفه غير كده. لكن كتير من الناس يحبون أنفسهم محبة خاطئة. الإنسان مثلا اللي بيخاف ليه؟ لأن نفسه من جوه مريضة بمرض اسمه الخوف. الخوف ما بيجيش من بره، الخوف بيجي من مرض من جوه. عالج نفسك، عالج نفسك. الشخص اللي بيخاف ان شهوة او رغبة ما تجيلوش، التعب انه بيحب الرغبة وبيحب الشهوة. حاول انك انت تضبط نفسك وتخضعها لنظام. يعني التدريب الروحية مثلا بتيجي ازاي؟ انسان بيحكم نفسه، لو يسيب نفسه على حريته تضيع. تقول اعطي لنفس الحرية، تضيع نفسك بالحرية. لكن لا، انت تحكم نفسك. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ في واحد عايز يبقى زعيم، عايز يبقى بطل، عايز يقود غيره، بيضيع روحه. ليه؟ لأنه بيفقد نفسه فضيلة الاتضاع. مين بيقدر على الاتضاع؟ يقدر عليه الإنسان اللي بيظلم نفسه وينكر نفسه، وبالاتضاع بيخلي نفسه دايما تحت. لكن ناس كتير عايزين يبقوا فوق، عايزين يرتفعوا، فبيضيعوا نفسهم. عايز تحب نفسك، ترجعها للصورة الإلهية الأولى، تنقي نفسك. تعال بينك وبين روحك واقعد قول أنا هحاسب نفسي. إيه الأشياء اللي مضيعاني؟ إيه الأشياء اللي مضيعاني؟ مضيعني كذا وكذا وكذا. من أول دلوقتي أنا هحكم نفسي، همنعها عن الشيء الفلاني وأمنعها عن الشيء الفلاني. منع النفس نوع من القوة الداخلية. منع النفس نوع من القوة الداخلية. موسى النبي كان ممكن يقعد في بيت فرعون وعنده كل حاجة، وأمير وقائد وعظيم وابن ابنة فرعون، لكن قال لا. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ففضل أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. يوسف الصديق كان ممكن يعيش في بيت فوطيفار في اللذة العالمية وهي الحكاية ماشية، فضل أنه يروح السجن وتطلع عليه سمعة ردية على أنه هو ينتفع بأمور العالم الزائل. قال لا، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بولس الرسول كان له مركز كبير، وكان بياخد من رؤساء الكهنة أوامر ويرمي ناس في السجن. بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ آبائنا القديسين اللي راحوا البرية واللي عاشوا في شقوق الجبال وفي المغاير، وآبائنا اللي عاشوا في رتبة السواح، تركوا كل شيء من أجل ربنا. هننتفع بإيه ونقعد في العالم اللي مملوء خطية؟ ابعد عن كل شيء يخسرك نفسك. المسيح قال لو كانت تعثرك عينك اقلعها وارميها عنك.
لو كان تعثرك ايدك اقطعها والقيها عنك. ليه؟ ماذا تنتفع لو ربحت العين واليد وخسرت نفسك؟